يوم 24/5/2015 الساعة 9:27 صباحا طيارة اتصلت بمركز التحكم بتاعها في مارسيليا. الطيارة كانت من نوع ايرباص A320 التابعة لشركة جيرمان وينجز. الطيارة كانت طالعة من مدينة برشلونة في اسبانيا لمدينة دوسلدورف في المانيا. كل حاجة كانت طبيعية. على الساعة 9:30 يعني بعد الاقلاع ب3 دقايق الكابتن اتصل بمركز التحكم عشان يبلغهم السرعة والمسافة اللي هو ماشي عليه، ومركز التحكم كان بيتابع معاه وبيتأكد ان المسار اللي الطيارة ماشية فيه وكل حاجة كانت تمام وطبيعية. لكن بعد كام دقيقة حصل حاجة غريبة. مركز التحكم لاحظ ان ارتفاع الطيارة اللي ماشية عليه هو 30,000 قدم، لكن الرقم ده كان اقل من المفروض الطيارة تبقى عليه ب2000 قدم. في خلال ال6 دقائق اللي بعد كده مركز التحكم حاول يتواصل مع الطيارة الألمانية بكل الطرق الممكنة، لدرجة ان هم غيروا الترددات اللي بيحاولوا يكلموا الطيارة عليها، وحاولوا من خلال مركز الدفاع الجوي الفرنسي ان هم يتواصلوا مع الطيارة. وبعد محاولات كتير حاولوا ان هم يتواصلوا مع الطيارة من خلال طيارة تانية كانت مجاورة جنبها، لكن ما كانش فيه اي رد للطيارة الألمانية نهائي. المشكلة الانخفاض لسه مستمر. على الساعة 49 فقدوا الاتصال تماما مع الطيارة، والطيارة اختفت نهائيا عن الرادار. مراقبين الحركة الجوية الفرنسية اطلقوا نداء استغاثة في نفس الوقت، واعتبروا ان كل اللي على الطيارة في مشكلة كبيرة. على الساعة 9:41 الطيارة الألمانية اصطدمت بواحد من جبال الألب واتحطمت بالكامل. ايه اللي حصل بالظبط؟ وليه الرحلة دي تحديدا غيرت قواعد وقوانين الطيران في العالم كله؟ ايه سر اختطاف الرحلة رقم 9525 التابعة للخطوط الألمانية؟ الطيارة لما خبطت في الجبل كان جبل بعيد ووسط جبال تانية كتير، لدرجة ان حطام الطيارة نفسه نزل في اكتر من مكان، وكان قطع صغيرة ومنتشرة في المكان كله، والمكان كان صعب الوصول ليه جدا. وعشان يوصلوا فرق الاستكشاف اضطروا ان هم يجيبوا طيارات هليكوبتر عشان الفرق دي توصل للاماكن بتاع حطام الطيارة. اي طيارة بيبقى فيها جهازين تسجيل، واحد موجود جوه غرفة القيادة بتاعة الكابتن، والتاني موجود على الرحلة نفسها في جسم الطيارة عشان يجيب اي حاجة بتحصل جوه الطيارة مع الركاب. وجهازين التسجيل دول لقوهم في اول اسبوع من البحث، ورغم ان جهازين التسجيل كانوا اتكسروا من خبطة الطيارة في الجبل، لكن اللي بيحققوا في القصة قدروا ان هم يصلحوا الاجهزة وياخدوا منها البيانات اللي جمعوا من خلالها الخطوط عشان يعرفوا القصة اللي حصلت جوه الطيارة. وهو فعلا ما كانش حادث عادي، ده كان اختطاف. لكن الاختطاف ده مش على ايد حد من المتخصصين في اختطاف الطيارات. بس تعالوا معايا عشان نشوف ايه اللي حصل في القصة دي. الساعة 9:30 الكابتن قام عشان يدخل الحمام، وهو في الحمام تم تغيير ارتفاع الطيارة. الكابتن خرج من الحمام الساعة 9:34 بعدها ب4 دقايق، ورجع تاني عشان يدخل غرفة القيادة وكان الباب مقفول، بس المساعد بتاعه ما بيفتحلوش الباب. فضل الكابتن واقف بره غرفة القيادة وبيحاول يفهم ايه اللي بيحصل وليه المساعد ما فتحش الباب. وهنا كانت صدمته، المساعد خطف الطيارة. وفضل الكابتن واقف على الباب مش عارف يدخل لغرفة القيادة. طبعا هيجي بالكم دلوقتي وتقولوا لي يعني خلاص مفيش ولا طريقة تدخل الكابتن لغرفة القيادة؟ تعال اقول لك ان بعد الاحداث اللي حصلت في 2001 شركات الطيران كلها خدت اجراءات حمايه وغيرت انظمه حمايه غرف القياده اللي موجوده في الطيارات عشان يحموا الطيارين من اي خطر خارجي او من اي حد بيحاول ان هو يخطف الطياره او يهدد اي حد. فعشان تدخل لغرفه القياده لازم اللي واقف بره يتواصل مع الكابتن عن طريق الانتركام اللي موجود بره على غرفه القياده، بحيث ان هو بيدوس على الزرار المربع اللي موجود وبيبدا يحصل صوت عند الكابتن جوه في غرفه القياده، ومن خلال الكابتن جوه بيتم فتح الباب. وعشان كده في وقتها المساعد ما فتحلوش. او في طريقه تانية ان كل طاقم الطياره اللي موجود من مضيفين موجودين بره غرفه القياده بيبقى معاهم رمز سري. الرمز ده في حاله الطوارئ او انه يحصل اي مشكله يقدر المضيف اللي بره ان هو يكتب الرمز ده عشان يدخل لغرفه القياده. بعد ما تدخل رمز دخول الطوارئ من بره بيشتغل مؤقت لمده 30 ثانيه، وبعد 30 ثانيه بيتم فتح الباب ل5 ثواني بس. يعني برضو الطريقه دي مش سهله في الدخول. فهيجي واحد ويقول لي يعني هو مش ممكن واحد من الخاطفين يهدد حد من المضيفات اللي بره ويقول لهم تعالوا افتحوا الرمز بالعافيه؟ فتعال اقول لك انه برضو عشان حمايه الموضوع ده في حاجه من جوه غرفه القياده بيتحكم فيها الكابتن انه ينفع يتم فتح الباب من خلال رمز الدخول من بره او لا. وفي الوقت ده كان مساعد الطيار قافل الخاصيه دي ومانع ان اي حد يتحكم في الدخول من بره حتى لو برمز الطوارئ. المساعد قفل على نفسه الباب ومنع اي وسيله من وسائل الدخول لاي حد. الساعه 9:39 جهاز التسجيل اللي في غرفه القياده لقط صوت تخبيط بقوه. كان الطيار بيحاول ان هو يخبط على الباب بكل قوه ممكنه عنده عشان يفتح الباب باي طريقه، لكن للاسف ده ما كانش هينفع تماما لانه الباب
الباب ده مستحيل ان هو يتفتح، وكان المساعد عمال ينزل بارتفاع الطياره تدريجيا. وفي الوقت ده الطيار والركاب ما كانش عندهم اي احتمال للنجاه، وبدأ يعرفوا المصير اللي مستنيهم. للاسف الرحله دي مفيش حد نجا منها، 144 راكب و4 من المضيفات والطيار والمساعد بتاعه كلهم فقدوا حياتهم ومحدش طلع من الطياره. من بين الركاب كان في طقم طلاب مدرسه. الكابتن باتريك سوندنهايمر عمره 34 سنه، كان من افضل الطيارين اللي موجودين وكان عنده خبره كبيره جدا في الطيران. كان اب لطفلين ولحد اخر لحظه كان بيحاول ينقذ الطياره بكل الوسائل اللي موجوده عنده. لكن السؤال هنا هو ليه المساعد عمل كده؟ المساعد عنده 27 سنه، من هو صغير كان موهوم بالطيران وبيحب الطيران جدا وعايز يبقى طيار لما يكبر. ولما خلص ثانويه انضم لاكاديميه الطيران التابعه لشركه لوفت هانزا، وفضل شويه في الدراسه لكن بعد شويه وقف دراسه لانه كان عنده مشكله وكان بيعاني من الاكتئاب، وحاول يروح لدكاتره وعالج الموضوع بشويه مضادات اكتئاب، وتابع في الوقت ده مع دكتور نفسي لحد ما المفروض ان هو بقى كويس، ورجع تاني الاكاديميه عشان يثبت ان هو بقى كويس، وفعلا ادوا له رخصه الطيران الخاصه بالطلاب وادوا له شهاده بتثبت ان هو بقى كويس وما فيهوش اي مشكله، وقالوا له ان هو كده بقى جاهز للطيران. بس بعدها بشويه كان عنده مشكله ان هو كان لازم يعمل تدريب عملي، والاكاديميه كانت عايزاه يعمل التدريب ده، واي حد بيعمل التدريب ده لازم يعمل طلب ويقدمه لاداره الطيران الفيدرالي. وفعلا هو جاب الطلب وقدمه لاداره الطيران دي. بس وهو بيقدم الطلب هم سالوه اذا كان بيعاني من اي اضطرابات عقليه او اي مشكله نفسيه، وهو قال لهم لا. وهنا كان بيكذب عليهم وهم عرفوا ان هو بيكذب عليهم، وعقوبه ان اي حد يكذب على اداره الطيران الفيدرالي السجن، وان هو يتمنع تماما من ممارسه الطيران بقيه حياته. بس هم في الحاله دي سامحوه وادوا له فرصه ثانيه، وفي اللحظه دي هو اعترف لهم ان هو فعلا كان عنده اكتئاب واتعالج منه ودلوقتي بقى كويس. وبعدها هم سمحوا له ان هو يعمل التدريب العملي وكمل حياته المهنيه. وفي 2013 انضم للشركه الالمانيه جيرمان وينجز وبدا يشتغل عليها. بس في الوقت ده كان بدا يرجع له الاكتئاب تاني وبدا يحس ان هو هيفقد نظره. راح لدكاتره عيون واعصاب كتير جدا وكشف، لكن كل الدكاتره عملوا له فحوصات واثبتوا ان هو ما عندوش حاجه عضويه، وقالوا له في وقتها ان هو عنده مشكله نفسيه وما عندوش اي مشكله عضويه ولازم يروح لدكتور نفسي يتابع معاه. وفضل الموضوع يزيد معاه لدرجه ان هو بقى يشوف هالات وحاجات سوداء وحشرات بتطير قدامه، وعشان كده قرر ان هو يرجع للدكتور الاولاني اللي كان عالجه بشويه مضادات اكتئاب، وكمل شغل وسفر وطيران لحد قبل ما يحصل اللي حصل ب4 ايام. قبلها ب4 ايام كان عامل بحث على الكمبيوتر عنده ازاي يقفل باب غرفه القياده من غير ما حد يعرف يفتحه. في خلال رحله الطياره الاولى من المانيا لاسبانيا جرب في وقتها اعدادات الهبوط لثواني لما الكابتن خرج بره الغرفه. وبعد ما حصلت قصه الطياره دي حاجات كتير جدا اتغيرت في قوانين الطيران. بقى مطلوب من كل طيار كل سنه ان هو يعمل فحوصات كامله على صحته العضويه والنفسيه، وفعلا كل طيار بيروح عند دكتور نفسي عشان يعمل فحوصات كامله. لكن كان المشكله هنا ان الدكتور النفسي لو لقى مشكله عند الطيار اللي جاي له يكشف عنده ما بيبلغش بيها شركه الطيران، لان من شروط الطب النفسي ان الدكتور ما يبلغش اي حد من اهل المريض ولا يبلغ اي سر من اسرار المريض ده لاي جهه ثانيه، يعني بيحافظ حفاظ كامل على اسرار المريض النفسي اللي قدامه. بس المفروض في الحالات اللي زي دي ان هم يبلغوا شركات الطيران لان ده بيبقى مسؤول عن ارواح ناس. قالوا الدكاتره ساعتها ان هم سمحوا له ان هو اللي يتكلم عن نفسه قصاد الشركه بتاعته ويقول ان هو مش مؤهل للطيران، يعني سابوا مريض نفسي يتكلم عن نفسه. وساعتها قالوا ان هم ما يقدروش يثبتوا انه اي مريض نفسي ممكن يعمل حاجه زي اللي عملها المساعد ده، لانه مش معنى انه مريض نفسي يبقى ممكن يرتكب مشكله كبيره زي دي. وقالوا كمان ان القوانين في كل العالم بتحمي اسرار اي حد مريض جاي عند دكتور نفسي عشان يعالج مشكلته، وده محمي بموجب القانون وخاصه في المانيا. فضلوا يفكروا في حل للموضوع ده لان كده كل الدكاتره النفسيين مش هيقولوا اي اسرار حتى لو المساعد عنده مشكله، واكيد مش هيجبروا كل الدكاتره ان هم يطلعوا اسرار المرضى بتوعهم. لكن هم لقوا حل ممتاز. الحل ده اللي لقيته وكاله سلامه الطيران انه لازم يبقى فيه 2 موجودين جوه غرفه القياده تحت اي ظرف، يعني لو الكابتن خرج من غرفه القياده يبقى لازم فيه 2 مساعدين جوه، ولو في واحد من المساعدين خرج يبقى لازم موجود جوه الكابتن والمساعد الثاني، يعني تحت اي ظرف لازم يبقى فيه 2 موجودين جوه غرفه القياده. وصعب جدا ان يبقى 2 عندهم نفس الاضطرابات النفسيه في نفس التوقيت، وعشان كده كان الحل ده سحري لسلامه الطياره. لكن للاسف الشركه اللي حصل اصلا فيها المشكله دي بدات تتنازل تدريجيا عن القانون ده، واحده واحده بداوا يطلعوا رحلات طيران موجود فيها برضو 2، يعني الكابتن ومساعد بس. شركه جيرمان وينجز غيرت اسمها نيورو وينجز، وبعدها شركه لوفت هانزا عوضت اهالي الركاب بمبالغ ماليه. بس تفتكروا في مبالغ ماليه تقدر تعوض عن اللي حصل ده؟ لانه اكيد الاهالي دي فقدوا اكبر بكتير من المبالغ الماليه اللي هم اتعوضوا بيها. انا عادل مجدي، يا ريت شير كتير جدا للفيديو ده لان الشير ده بيشجعني جدا، واكتب لي رايك في كومنت لو كنت سافرت مع اي شركه قبل كده او رايك في الطيران عموما.